سنتابع هذا الأمر مع مدير المرصد السوري لتأكيد هذا الأمر إلى انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي. إذا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري ينضم إلينا في هذه الأثناء. أستاذ رامي، ماذا نعرف عن هذا الأمر؟ نعم، مساء الخير مجددا. جاءت أوامر للعساكر والضباط الموجودين في مطار دمشق الدولي بالانسحاب باتجاه العاصمة دمشق. بالعاصمة دمشق بدلوا ملابسهم بملابس مدنية وغادروا المطار. وهنا يعني أؤكد أن هناك طائرة مساء أمس الساعة 10 غادرت دمشق، من كان عليها لا نعلم، ولكن بشكل مؤكد هناك طائرة غادرت دمشق، من كان فيها وانتهى الأمر. لذلك أقول الآن انسحاب المطار دمشق الدولي في إطار التسليم القادم الذي موجود لحكومة انتقالية لقيادة عسكرية لا نعلم، لكن هو جاءتهم الأوامر بالانسحاب من المطار والانكفاء باتجاه فقط اسمح لي أستاذ رامي، قلت بأنه بعد مغادرة الطائرة صدرت أوامر العسكريين في مطار دمشق بمغادرة مواقعهم. أعطينا مزيد من التفاصيل عن هذه النقطة تحديدا. لماذا ربط هذا الأمر بمغادرة هذه الطائرة، ومن تتوقع أنه كان على مثلها؟ قد يكون بشار أسد لا نعلم، ولكن كان هناك من المنتظر أن يغادر بشار أسد على الطائرة الساعة 10، لكن كان هناك قبلها خلاف بينه وبين ماهر على قضية المغادرة العدمية. لكن الطائرة غادرت الساعة 10 بعد المغادرة بنحو ساعة بدأت تأتي الأوامر بأن تنسحبوا تدريجيا إلى أن انسحبوا جميعهم من مطار دمشق الدولي باتجاه قلب العاصمة دمشق. الآن مطار دمشق الدولي القوات العسكرية التي كانت بمحيطه يعني انسحبت من المطار ومن محيط المطار ودخلت إلى داخل العاصمة دمشق. هذا بالنسبة للمطار المراقب. لكن ماذا يعني هذا؟ يعني عادة يعني المطار سيبقى يعمل؟ هل نفهم بأنه المطار سيبقى عاملا وحركة الطيران فيه موجودة، أما أنه هذا سيؤثر على حركة الطيران؟ من المفترض أن يتوقف المطار، أو يعني هي الإدارة التي ستدير المطار، الإدارة المدنية هي قادرة على إدارة المطار. ما الذي يحصل في إدارة المطار لا نعلم حقيقة الأمر. وسألت أنا أحد الضباط في دمشق لماذا هذه القناصة؟ قال هذه القناصة لحماية المنشآت من التخريبيين. يعني الدور ليس انه الاستهداف مثل ما قال وزير الداخليه بان هناك مزروعه والى اخره من هذا الكلام، ولكن هذا الامر لا يؤمن جانبه حقيقه الامر. لذلك اقول بان ما نؤكده الان لانه بعد مغادره الطائره مطار دمشق الدولي الساعه 10 من مساء الامس بتوقيت دمشق، بعدها بنحو ساعه او ما يزيد اعطيت اوامر للعساكر وللضباط الموجودين في المطار ومحيطه بالانسحاب من المطار، ابتدوا الملابس المدنيه وذهبوا باتجاه قلب العاصمه دمشق. دعني اقول لك ان ايضا في ضباط في اللاذقيه ايضا غادروا جبهات القتال وانسحبوا الى الخطوط الخلفيه لانهم لا يريدون ان يقاتلوا. وهل تعلم يا سيدي الكريم بان هناك بعض القرى لا يزال يقولون لها بان حما هي تحت سيطره الدوله والدوله صامته في تلك المنطقه ولا يعلمون ما الذي يدور بعيدا عنهم. لذلك اقول بان هناك الكثير حتى اللحظه هو مفضل. هل تعلم ايضا بان طريق دمشق الحضر يعني الساحل السوري بات مغلقا الان من حضر الى دمشق، الطريق بات مغلق وغير ذلك ان كثير من الذين حاولوا مغادره دمشق لا توجد لهم لديهم الان وسائل للمغادره. لذلك اقول بان هناك حالات الان وخوف من بعض ابناء الطائفه العلويه الذين هم في دمشق من ان يتم استهدافهم من قبل اي شخص، وهم كانوا يودون المغادره باتجاه الساحل السوري دون ان يتمكنوا من ذلك. هذا بعد السيطره على الصيف تتحدث عن قطع الطريق الى الساحل. بعد السيطرة قبل السيطرة على الصير قبل نحو ساعتين كان هناك من يريد أن يتحرك ليس من الساحل من دمشق إلى الساحل. كان يريد أن يتحرك فقالوا له الطريق مقطوع. يعني الآن نستطيع القول بأن القيادة العسكرية الموجودة الآن في دمشق كان يجب عليها أن تخرج على التلفزيون السوري وهذا كان سؤالي القادم لك، إنه في غياب للتصريحات الرسمية على غير العادة سواء من المسؤولين السياسيين أو العسكريين. هل لفتك هذا الأمر؟ لأنه على مدى الأيام الماضية كنا نشهد تصريحات رسمية سواء من وزير الداخلية أو من العسكريين، لكن اليوم في ضبابية، في شح بالمعلومات. يعني
ارسال ملقى رئيس اداره المخابرات العامه او رئيس هيئه الاركان ان يخرج الينا في بيان ويطمئن يا سيدي الكريم اقله جمهور النظام على ما يجري في الاراضي السوريه. لا يقولون لي لا يوجد شيء وكلها مؤامره اعلاميه واعلام والى اخره من هذا الكلام. نحن نرصد الواقع، الواقع يقول بان شيئا ما حصل في دمشق. بشار الاسد غاب، كان الطياره جاهزه لمغادره بشار الاسد الساعه 10، كان هناك خلاف بين ماهر وبشار الاسد على موضوع المغادره، لذلك اقول بان الامر في دمشق الان يحتاج من القياده. من هو يقود الان في دمشق؟ يعني ماذا تبقى؟ الساحل السوري الذي يعيش فيه الشارع في خوف وخوفا من الانتقامات المتبادله والبعض يسلح على الناس، وبقي في دمشق يعني القوات العسكريه التي جاهدناها الان في السفنه انسحبت، جاهدناها في كل مناطق انسحبت. وهنا اقول يعني الانزعاج اكثر انزعاج من جمهور النظام هو من حزب الله وايران بشكل اساسي، وبعد ذلك يعني هذا استاذ في القصير كان في ريف القصير، وهل انسحب وانكفأ باتجاه الاراضي اللبنانيه؟ لا نعرف حقيقه الامر.